بل واحد رجل فاضل، رجل ولا ذكر حد ذو دين ودخل ذو مال ثري، واللي خطب منه ذو مال ثري. يوم جاء الزواج قال ابغى المهر الريال. قال الشيخ انا مكتوب ريال. قال والله يا شيخ ما ابي الا بجيبه ريال، لا يعطيني ريال، انا مغنيني الله. وفعلا معروف يعني، مثل اللي قلت لكم مثلا فلان في جده عارفينه صح ولا مو صح، امسلم عليه في حضرموت جزاه الخير وانا طالع من الفندق الى بن محفوظ يخمني، تاجر معروف في البلد مثل كذا. قال ما ابغى الا ريال. الولد طيب والبنت طيبه وابوها ايش؟ طيب، وامها وابو الولد طيب وامه عائله طيبه كلها، بس الولد ذا نكتي ومزوح، بس نراديه بعض المزح يجرح ولا ما يجرح. فاخذ البنت وتزوجها وشهر العسل هو اياها على قولهم في ابها ولا في الطائف ولا في ماليزيا ولا في اي مكان. فكان اذا يناديها الصبح تجي تفطر، تعالي افطري يا علبه البيبسي. ليش علبه البيبسي؟ لانها بريال. يلا بسرعه بسرعه يا علبه البيبسي. يا الله ليش تاخرتي يا علبه ايش؟ البيبسي. وبعدين دايت. البنت شهر ونص رجعت من السفر ضايقت، راحت تزور اهلها يوم الخميس ما طلعت. امها روحي، قالت لا ما اروح. ديد 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 ديد. ايش معناها؟ انزلي يا ايش؟ يا علبة البيبسي. ما نزلت البنت. امها ليش؟ قالت والله ما انزل اتركيه. يوم يومين يتصل عليه في الجوال ما ترد. الولد بنت محترمه وعائله محترمه ويحبها، بس ان يكون جاي عن طريقه مزحه ما رد. جاء له عمه لابوها، قال والله الابو مات، والله ما ادري خلنا نشوف شو البنت. وعن جاء للبنت الابو بعد ما راح هذا الزوج، ليش يا فلانه تروحي زوجك؟ قالت يا ابويا انت زوجتني اياه بيش؟ قالت بريان. قال صار ما يناديني الا يا علبه البيبسي. افا والله ما عنده ادب. الابو سكت، ترك اسبوع 10 ايام الولد صار يطبخ، يبغى حرمه زوجته حلاله. فراح من لابوه، راح يا ابوي الحقني يبغى زوجتي من راضيه. قال ليش؟ قال والله بالحق انا والله محترمها ومقدرها وانا. قال طيب اروح. راح الابو للاب سلم على يا فلان قهوه حسن ما اشرب. قال والله ابن جواد ولدك اسال ادب مع بنتي، لكن كان تبغى البنت خليه يجي، ان جيت الحال جيبه معك ويسهل الله. فجابوا في الليل قعدوا وياهم يتقهون. تبغى البنت يا فلان؟ قال نعم ابغاها زوجتي. قال كم اخذت عليك مهر؟ قال ريال. قال هذا ابوك عندي واعرفه، تكتب لي شيء كلام 300,000 ولا ما تاخذها، ولا عطنا بنتك وخذ ريالك. ريال حتى المشكله ما معي ولا ريال. طب زين. الابو راح يشتري ايش 300,000 او نص مليون بيكتب شيك، غني مغنيها الله. قال لا ابرك ساعه يا فلان احنا شارينكم وشارين طيبتكم، خذ والله يكتب لي شيك 300,000. وطوال ياخذ البنت على البيت والولد انبسط. يوم صار الصبح قال له ليش تأخرت يا مصنع البيبسي؟ يعني فيها قلة الأدب في بعض الرجال والشباب. فأقول والله لو طبقنا هذا لوجدنا الأمن، نعمة الأمن، وجدنا الأمن في بيوتنا لو اقتصدنا. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه لا تسرف ولو كنت على نهر ايش؟ هذا صححه الألباني رحمه الله. يعني لو انك تتوضا انت على جهر نهر، لأن المويه عندكم في جدة معقد تشتروها بالوقت ولا ما تشتروها؟ ردوا بعض تشترون ما تشترون؟ يشترون زي في بعض المناطق في الباحة وفي أبا يشترون، وزي في الرياض عندك بعض قد يتأخر المويه وروح جيب الوايت بكم؟ 150 120 ما ادري 200. طيب لكن لو ما أسرفت ها يا اخوان فيصير عندك امن اقتصادي. مو الان مثل ما نشوف كثير من الناس يشتكون. والله وبالله وتالله لو طبقنا هذه الايات لصار عندنا امن اقتصادي، امن اجتماعي. المصائب اللي تكتب في الجرائد الان يوميا للاسف حالات ايش؟ الطلاق. ما ارتفعت المملكه؟ ردوا. ما يكتب عنها في الجرائد؟ ردوا. ما نسمعها في القنوات؟ حتى في برنامج يسمونه الخط الاحمر الله يهديهم قول امين، ويفتح على قلوبهم يجيبون زي كذا حريم. ليش اتطلقتي وما اتطلقتي؟ يتكلمون عن الطلاق ويقننون قوانين في الطلاق لا يتكلم بها الا العلماء للاسف، ويتطرقون لها وهم ما يعرفونها. حتى امس واحد كاتب لي في جريده عن الحجاب وما الحجاب، ما جلس عند بن عثيمين ولا بن باز ولا علماء الامه يناقش، بس قرأ من الكتب. ومن كان دليله كتابه ايش يقولون العلماء؟ فخطأه أكثر من إيش؟ صوابه. وأنا أقول من كان دليله محموله فخطأه أكثر من صوابه. تعرفون المحمول ولا ما تعرفونه؟ لأن صار الناس ما يقرون في الكتب الآن، صار يفتحون إيش؟ المحمول، يلقطون منها المحمول.
فيصير عندك امن اقتصادي وامن اجتماعي، ما يصير في مشاكل. لانه يوم قلت المادة في البيت زعلت الزوجة، تزعل ولا ما تزعل الزوجة؟ تزعل ولا ما تزعل؟ تزعل. واذا زعلت طولت لسانها، واذا طولت لسانها طول الرجال لسانه.